السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة في الجول سبورت الأعزاء. في هذا الفيديو سنشارك معكم مواعيد مباريات المنتخب اليمني للناشئين في نهائيات كأس آسيا، وكذلك القنوات الناقلة لمباريات المنتخب في البطولة، وأيضا سنتحدث عن تفاصيل آخر مشاركة للمنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا، وعن أفضل إنجازات المنتخب في البطولة، وأخيرا سنتحدث عن توقعاتي لنتائج مباريات المنتخب في بطولة كأس آسيا النسخة الحالية. أعزائي المشاهدين، الآن سنتحدث عن آخر مشاركة للمنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا، وكانت المشاركة تلك في عام 2018 حين أقيمت البطولة في دولة ماليزيا، ووضع المنتخب اليمني في المجموعة الثانية في البطولة بجوار منتخب كوريا الشمالية ومنتخب عمان والمنتخب الأردني. كانت نتائج مباريات المنتخب اليمني في تلك النسخة كالآتي: خسارة من منتخب كوريا الشمالية، وكذلك خسارة من المنتخب العماني، وفوز على المنتخب الأردني. وبعد هذه النتائج غادر المنتخب اليمني تلك النسخة من دور المجموعات. وعن تاريخ مشاركات المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا للناشئين بشكل عام وأفضل إنجاز، فقد شارك المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا للناشئين في 6 نسخ، وكانت أفضل مشاركة للمنتخب اليمني في عام 2002، وذلك حين وصل المنتخب اليمني إلى نهائي بطولة كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات، وواجه المنتخب اليمني في المباراة النهائية منتخب كوريا الجنوبية، وانتهت المباراة لصالح المنتخب الكوري بركلات الترجيح. وفي ذلك العام تأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد وصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا للناشئين. وفي هذه النسخة من نهائيات كأس آسيا 2023 وضعت القرعة المنتخب اليمني في المجموعة الأولى بجوار منتخب تايلاند ومنتخب لاوس ومنتخب ماليزيا. وسوف تكون مواعيد مباريات المنتخب اليمني على النحو الآتي: المباراة الأولى اليمن ضد ماليزيا تاريخ 15/6/2023 يوم الخميس في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت اليمن. المباراة الثانية اليمن ضد لاوس، وذلك تاريخ 18/6/2023 الموافق يوم الأحد. المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب اليمني في دور المجموعات اليمن ضد تايلاند، وذلك تاريخ 21/6/2023 ذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 3 بتوقيت اليمن. بخصوص القنوات الناقلة لمباريات نهائيات كأس آسيا للناشئين، فسوف يتم بث جميع مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة. وأما بخصوص الأخبار التي تتحدث أن قناة السعيدة ستبث مباريات المنتخب اليمني في البطولة، فهذه الأخبار غير صحيحة إلى حد لحظة تصوير هذا الفيديو. أخيرا الآن سنتحدث عن توقعاتي لنتائج مباريات المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا، ولكن قبل أن نبدأ بعرض توقعاتي لنتائج مباريات المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا، أرجو منكم إيقاف الفيديو وكتابة توقعاتكم في التعليقات الآتي: المباراة الأولى بين منتخب اليمن مع منتخب ماليزيا، أتوقع فوز المنتخب اليمني بهدفين نظيفين. أما المباراة الثانية التي تجمع بين منتخب اليمن مع منتخب لاوس، أتوقع فوز المنتخب اليمني ب3 أهداف مقابل لا شيء. والمباراة الأخيرة التي تجمع بين منتخب اليمن مع منتخب تايلاند، أتوقع فوز المنتخب اليمني بنتيجة هدف مقابل لا شيء.